روح العب في اي حته تانية يا جزيري، هروح العب عند امك. طيب ودي ورقه بيضه كمان اهو. طز مثلا، نكتب طز، ونكتب مثلا وحش بس بلفظ تاني اهو، وخلينا نشطب عليهم عشان الكاميرا اهو. انا كتبت حاجات هنا وبتاع فيها الفاظ وفيها حاجات، ورقه بيضه. يلا اطلع قول جمهور الاهلي بيشتم نادي الزمالك. اي حد هيمسك حاجه بيضه مش على هواك، فاطلع اقول اصل جمهور الاهلي، اصل جمهور فلان بيتكلم عن نادي الزمالك. اشمعنى البالونه بيضه؟ اشمعنى البالونه حمراء؟ ده ما علينا. المشكله ان امام عاشور، قلت لك كم مره القصه ديت، هو قلم مش هيعرف حد يشرحه لك الا هم. اما بقعد مع اصحابي بقى الزملكاويه بيشرحوا لي، مش هكدب عليك، بس ما بيرضوش يطلعوا معايا في الفيديوهات، يقولوا لي لا اسلام وعيب وبتاع. فاهم؟ لو سمعت الزملكاويه وهم قاعدين بقى، الزملكاويه وبيشرح لك الوجع بتاع قلم امام، تبقى قاعد عارف ايه، تقول له يا سلام قول يا ستاموني. وجع مش طبيعي. فالمشكله ان امام عاشور لو لاعب تاني اللي بيحتفل الاحتفال ده هتعدي عادي. طيب لعبت الدنيا كلها، لعبت الدنيا كلها، الاحتفال ده بيحصل في الخليج وبيحصل في اوروبا وعادي. والراجل امام عاشور منزل احتفال صورته مع بنته في الستوري، بيوصل لك حتى لو هو ما يقصدهاش ما تقدرش تعاقبه. لكن تسمع بقى الهبيده، تلاقي مثلا ايه، ميسيو جرجيري لازم يتعاقب وينزل لك بوست زي كده. تلاقي الكابتن اللي هو بتاع ايه بقى، من غير بس ما نوضح الاسماء، فاكر انت اللي كان بيطلع يعاكس الممثله ده؟ ف... صباح الخير، قولي صباح الخير تاني كده. فاكر ندى بسيوني؟ تلاقي الكابتن الجميل دوت ايه، طالع يقول لك لازم يتعاقب وهو مركز مع السوشيال ميديا. مالكش فيه ومحدش ليه فيه. لعيب الاهلي بتاعنا يركز في السوشيال ميديا، يركز في السوشيال حسيه، يركز في السوشيال فوشيا، هو حر. هو حر، ما تخصكوش. ما حدش بيتحاسب داخل جدران النادي الاهلي الا من الاداره وجمهور النادي الاهلي بس. لكن انت ما تكلمنيش عن المبادئ وتكلمني عن الاخلاق وتكلمني قصه امام ليه. هم هتلاقيهم طالعين كلهم دلوقتي، اصل هو امام ده مكيفهم، هو كده اشتمهم يتعاقدوا معاك، اشتمهم يشتروك. انا اغنيه عيله صالح بحبها، انا اغنيه عيله صالح بتعجبني بتمزجني. انا مش هقول لك بقى مرتضى، يعني ما انت عارف مرتضى منصور كده يقول له كده، مش مهم يا اخي انت تحبني، مهم امك تحبني مثلا. لا، ده في لعيب حالي، لعيب حالي سيف الجزيري، كل ما حد يتكلم معاه من الجمهور يقوم يديله ايه، واحده كده ايه، فاهم، واحده من فوق. واحد تاني يقول له ايه، بره امك. اخرها مفيش من كام يوم، روح يا جزيري العب في اي حته تانية. قام الجزيري قال له ايه، قال له هلعب عند امك. شوف، لو في حد من المشجعين شتم لاعب كده دايركت بيشتم لعيب، قام اللعيب ردد عليه، هنا دي مساله شخصيه. انما فرد من الجمهور في المدرج هو بيمثل الجمهور كله. يعني ايه؟ يعني لما حضرتك يبقى لعيب زي الجزيري، حد من جمهور الزمالك يقف يقول له كده زي ما اتقال له العب يا جزيري في حته ثانيه، الراجل مخنوق. شايف ان الجزيري، وقلت لك خط هجوم الزمالك كله قبل كده في الفنيات لما بنتكلم فنيات بس، خط هجوم الزمالك كله عايز ايه، عايز البدله الحمراء دغري. فلما الجزيري يرد عليه رد تاني، ما خلاص هو الراجل بيخاطب جمهور الزمالك، لان واحد زملكاوي بيقول لك العب في حته ثانيه يا جزيري، اعمل العب عند امك. هو هنا الجزيري بيخاطب جمهور الزمالك، الفرد في الجمهور في مدرج بيمثل الجمهور. لكن لو فرد تعدى حدوده وشتم لعيب ولعيب رد عليه، هنا كل واحد بيمثل نفسه، ده شيء طبيعي. انك مش من جمهور، انت مش من حقك كمشجع انك تقف تقول للعيب ايه يا ابن كذا، وتبقى مسموعه كده وتيجي في الفيديوهات واللعيب يقول لك شكرا. لا، هيقول لك ابوك وامك واللي جابوك، ده شيء طبيعي. لكن مالكش دعوه باللعيبه اللي عندنا، مالكش دعوه بالاخلاق بتاعتنا، مالكش دعوه امام شتم مين مش شتمش مين وعيله صالح، ما تخصكش. خليك، انا عايزك تبقى بس نسمع اللجنه بتاعتك. لجنه مين ده بقى؟ رؤساء انديه. اصل انا واخد ان كابتن حسين لبيب كان بيجي لجنه مؤقته، هو حاليا رئيس حالي ومنتخب. عايزين نسمع عملوا ايه مع الجزيري اللي قال لجمهور الزمالك او قال لاحد افراد جمهور الزمالك هروح العب عند امك. دي ما تشغلكش، لكن شغلك البالونه. هو انت عندك بلالين؟ هو انت عارف اللي هديكك من الضحك، هو ده اللي يوقعك على روحك من الضحك. انت مالك ومال البالونه؟ زعلان فيه؟ هو يقصد زيزو؟ هو زيزو بالونه يا معلم؟ اصل انتوا بتقول عليه بالونه، احنا نقول ما انت مالكش دعوه، مش بتاعتك. انت اللي يبقى عندك اسطوره، فخليك عاقل لما تلاقي حاجه زي دي. ما تتكلمش، الراجل ما بيتكلمش عليكم انتوا خالص، احنا عارفين الاحتفال موجه لمين، بس انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده. وامام يحتفل براحته، يحتفل على مزاجه، يحتفل على كيفه، اللي هو عايزه يعمله. مش كل حاجه يا جدعان هنسلم لعيبتنا زي ما قلت لك في اللايف بعد الماتش على طول. مش هنطلع نعمل زي الهبيده ونسلم لعيبتنا وكل حاجه نقد نقد. امام هناك عامل مشاكل نفسيه، فادام الله عليهم الحرقان والشياط اللي هم فيه. وانت تقعد تستمتع باللي بيحصل بس. لحد كده مش عاوز اطول عليك، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.